منه الهرم أو المسلة. وحجرة الدفن لكنه أضاف إليه مقاصير للتعبد ولإقامة الطقوس لكل من آمون وراح حور اختي وآنوبيس والإله حتحور. لم يستخدم معبد حتشبسوت لإداء الطقوس اللي بتفيد الملكة حتشبسوت أو والدها الملك تحتمس الأول وزوجته الثانية الملكة أحمس، لكنه كرس في المقام الأول بصفة عامة في أو لعبادة الإله الأعظم آمون إله طيبة، كما سيدت المقاصير لكل من الآلهة راح حور اختي إله هليوبوليس، وكذلك للآلهة آنوبيس إله الموتى، وللآلهة حتحور سيدة الغرب. بدأ في تشييد هذا المعبد في العام 8 أو 9 من حكم الملكة حتشبسوت، واستخدم الحجر الجيري الجيد في بنائه وليس الحجر الرملي الأصفر المقطوع من محاجر جنوب السلسلة جبل السلسلة جنوب إدفو، كما هو متبع في إقامة معابد تخليد الذكرى. معبد حتشبسوت بيعطي صورة واضحة لمظاهر العداء العائلي والديني. العداء العائلي ده نراه بوضوح بين الملكة حتشبسوت واللي استطاعت بقوتها وشخصيتها من أن تنحي تحتمس الثالث عن عرش مصر لصغر سنه. لذلك نرى غضبته الانتقامية واضحة في كل ما بقى للملكة حتشبسوت من آثار. قام أتباعه بتحطيم تماثيلها، كشطوا أغلب أسمائها، شوهوا ما وصلت إليه أيديهم من صورها. كل هذا بنراه واضحا على جدران هذا المعبد. أما العداء الديني فده بنراه عهد أخناتون اللي قام بثورته الدينية ضد الإله آمون وكهنته. قام أتباعه بتشويه صور الإله آمون وكشط أسمائه. أمر الملك رمسيس الثاني بعد ذلك بترميم بعض ما شوهوه من مناظر ونصوص هذا المعبد، وبالتالي خلد اسمه عليه. وإن كان الترميم اللي اتنفذ في عهده يعتبر أقل جودة من الأعمال الفنية اللي اتنفذت عهد الأسرة 18، وأضاف الملك مرنبتاح اسمه أيضا على بعض أجزائه. أطلق على هذا المعبد في عهد الملكة حتشبسوت اسم يعني قدس أقداس آمون. اختصر في عهد الرعمسة، أصبح البقعة المقدسة. أما اسم الدير البحري فهو اسم عربي حديث أطلق على هذه المنطقة في القرن السابع الميلادي، ده بعدما استخدم الأقباط هذا المعبد ديرا لهم. معبد الوادي، المعبد دون مهشم تماما، كان بيخرج من طريق الصاعد اللي كان يتميز بوجود تماثيل للإله أو للآلهة
تماثيل الملكة حتشبسوت في صورة أبو الهول كان بيوصل لمدخل المعبد واللي تهدم أيضا، ومنه بنصل للمسطح الأول. المسطح دون بيشغل فناء مكشوف متسع بيحد جدار منخفض من الحجر الجيري مدور في أعلاه، وكانت توجد في هذا الفناء أشجار مختلفة منها نخيل وربما أشجار المر أيضا، واللي أتت بها الملكة من بلاد وحوضان للمياه اتخذ كل منهما شكل حرف التي في وضع أفقي بحيث يواجه كل منهما الآخر. كان ينمو فيهما أغلب الظن نبات البردي. بيوجد في الجانب الغربي في هذا الفناء صفتان يزين واجهتهما المصري، وبيسند جدارهما الخلفي Are you Egyptian or nationality؟ الجانب الأمامي للمسطح الثاني، وبيحمل سقف الصفتين صفتان من الأعمدة، وبكل صفة 22 عمود على صفين. Would you introduce yourself? Sprechen Sie Deutsch؟ هل تتحدثون اللغة العربية؟ أعمدة الصف الأول من طراز خاص اتشكل نصفها الأمامي على أساس عمود مربع، أما نصفها الخلفي ده اتخذ شكل نصف عمود ذي 16 ضلعا، وبيزين كل عمود اسم الملكة، ومن فوقه حورس يوجد تمثال للملكة حتشبسوت في صورة أساسية بارتفاع 7 أمتار في الطرف الأيمن من الصفة اليمنى، وهناك مثله في الطرف الأيسر من الصفة اليسرى. أما بالنسبة للمناظر والنقوش تهدم أغلب مناظر الصفة الشمالية اللي هي اليمنى بالنسبة للداخل، لم يبقى منها إلا بقايا منظر بيمثل صيد الطيور المائية بالشباك. أهم مناظر الصفة الجنوبية ما هو مسجل في الزاوية الجنوبية، واللي بيمثل نقل مسلتين كبيرتين من أسوان لكرنك عبر النيل فوق سفينة بتسحبها سفن أخرى. تحت هذا المنظر مجموعة من الجند يحملون الأعلام، وده احتفالا بتكريس المسلتين.